الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من نوافذ كما تعودنا نطوف بكم ومعكم على ولايات السودان عبر مراسلينا في هذه الولايات. نتلمس حراك هذه الولايات في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والحراك الاجتماعي والثقافي. أيضا في هذه الولايات نتلمس معاش الناس وأفراح الحصاد والزراعة والذهب وكل المنتجات الموجودة في هذا الوطن العريض. إذن أهلا ومرحبا بكم في نوافذ. أهلا ومرحبا بكم وأهلا بكل الذين انضموا إلينا في حلقة جديدة من نوافذ. الملف الرئيس لحلقة اليوم من نوافذ نحاول من خلاله أن نسلط الضوء على العاصمة الخرطوم، وتحديدا محلية أم بدة، لأهمية الموقع الاستراتيجي لولاية الخرطوم، وأيضا لأهمية محلية أم بدة كنموذج فقط لولاية الخرطوم أو لمحليات ولاية الخرطوم. دعونا في البدء قبل أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو نتابع هذه النافذة على ولاية الخرطوم ونفتحها على محلية أم بدة ونقف فيها على سير الخدمات والتنمية بالمحلية مع الزميل حاتم مختار. أم بدة واحدة من أكبر محليات ولاية الخرطوم، وتقدر مساحتها بحوالي 2695 كيلومتر مربع، وبحسب التقديرات يعادل سكانها ثلث سكان ولاية الخرطوم تقريبا، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 4 ملايين نسمة. وتضم محلية أم بدة كل أجناس وأعراق وثقافات أهل السودان، كما أنها تستوعب كل الحراك السكاني والهجرة والنزوح بشكل مستمر من كل ولايات السودان. الكثافة السكانية العالية التي تشهدها المحلية جعلتها بحاجة متجددة للخدمات الضرورية من تعليم وصحة ومياه ومراكز شرطة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود التنفيذية والأهلية المكثفة في ظل قيام الجهود السياسية والتشريعية في ظل الواقع السياسي الراهن. وتقسم محلية أم بدة إداريا إلى 4 قطاعات أو وحدات إدارية، وهي وحدة الأمير الإدارية، ووحدة البقعة الإدارية، ووحدة السلام الإدارية، ووحدة الريف الغربي الإدارية، وبها 139 حارة ومربع و124 قرية بالريف الغربي، وبها مخططان سكنيان حديثان هما مخططا التيسير والريحان. المدير التنفيذي لمحلية أم بدة الأستاذ مسرور أحمد عبد الماجد أكد أن حكومة ولاية الخرطوم تعمل الآن على 3 ملفات مهمة، وهي الأمن، الخدمات، ومعاش الناس. وأكد أن محليته رفعت شعار لهذا العام محلية أم بدة بدون عطش، وذلك بحفر عدد كبير من الآبار في مناطق السكن. وكشف مسرور أحمد عبد الماجد عن حقيقة مفادها أن منطقة الريف الغربي التابعة لمحلية أم بدة بها عجز بلغ أكثر من 1300 معلم ومعلمة، بالإضافة للعجز في الإكلاس والكتب، واشتكى من الظواهر السالبة في الأسواق. وفي إطار احتفالات محلية أم بدة بالعيد 67 للاستقلال، افتتحت محلية أم بدة عدد كبير من مشروعات التنمية. وفي محور مشروعات التعليم قامت المحلية بافتتاح مدرسة الحمداء بالريف الغربي، ومدرسة مربع 72 دار السلام، وتشييد 62 فصل، وتشييد 38 مكتب، وتشييد 6 سور، وتشييد 37 دورة مياه، وتشييد 15 برندة، بجانب توفير الإجلاس والكتاب والزي المدرسي للطلاب بمحلية أم بدة. وفي محور الطرق والبنى التحتية قامت محلية أم بدة بتشييد 8 كباري، وتركيب عبارات خرسانية، وأعمال الخريف، وتشييد كوبري قرية أبو بكر الصديق. وفي مجال البنيان المؤسسي قامت بتشييد وصيانة عدد من المباني، وافتتاح مبنى رئاسة محلية أم بدة الجديد، وعملت في محور تحسين البيئة العمل على مشروعات التقنية والربط الشبكي والأرشفة الإلكترونية. ولم تقتصر جهود المحلية على ذلك فقط، بل تعدتها إلى الشؤون الصحية والبيئية، حيث قامت المحلية بافتتاح مركز صحي قرية الإخلاص، وافتتاح مركز صحي مدينة الريحان، والمساهمة في تشييد مشرحة أم بدة.
وفي محور الشؤون الأمنية قامت المحلية بافتتاح قسم شرطة أم حروت وافتتاح بسط أمن شامل بالريف الغربي ووضع حجر أساس لنقطة ارتكاز سباق الهجن. وفي محور شبكات الكهرباء والمياه قامت محلية أم بدة بإنارة 7 ميادين وإنارة 4 شوارع وحفر عدد 4 آبار بدار السلام مربع 11 و29 وبئر في مربع 45 العامرية وبئر أخرى في منطقة أم كليوة بالريف الغربي. وفي محور الشباب والرياضة قامت محلية أم بدة بتشييد استاد المصارعة وتشييد مراكز الشباب في الحارة 18. وارتبط ذكر محلية أم بدة بسوق ليبيا الذي نشأ في الثمانينات وهو من أشهر أسواق ولاية الخرطوم وينقسم إلى قسمين سوق ليبيا والمربعات، حيث قامت المحلية بافتتاح عدد من المنشآت الخدمية بهذا السوق، كما عملت على فتح الشوارع والطرقات وتوفير المواقف وتسهيل المواصلات للمواطنين. استراتيجية معتبرة تطلع بها محلية أم بدة لإشاعة الأمن والاستقرار والتنمية في ربوع هذه المحلية التي تأتي في إطار خطة حكومة ولاية الخرطوم. حاتم مختار، تلفزيون السودان، من محلية أم بدة لبرنامج نوافذ. شكرا جزيلا الزميل حاتم مختار. وأرحب مباشرة بضيفي داخل الاستوديو الأستاذ مستور أحمد عبد الماجد المدير التنفيذي لمحلية أم بدة. أهلا ومرحبا بك في نوافذ، وأهلا بأهلنا الطيبين في أم بدة. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة أختنا هالة في برنامج نوافذ، هذا البرنامج المحبوب بالنسبة لأهلنا في السودان، سببه في أنه هو يعني بيعيش هموم الناس على مستوى الولايات، وبالتالي عنده مشاهدة عالية جدا. احنا شاكرين ومقدرين لكم لهذه الاستضافة. نحن نشكر لكم قدومكم للاستوديو والمزيد من الاستيضاح حول هذا التقرير الضافي الذي قدمه الزميل حاتم مختار حول محلية أم بدة، ولكن ربما هذا مختصر يعني لما أنجز في الفترة السابقة، ولكن يبقى الكثير. أم بدة من حيث الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية والاتساع والتعداد السكاني الكبير والتنوع أيضا من في هذا التعداد السكاني، لابد من إضاءة حول هذا الموضوع، يعني الموقع، الأهمية الاستراتيجية، السكان نفسهم يعني. نعم. محلية أم بدة طبعا واحدة من يعني محليات ولاية الخرطوم السبعة، وهي تعتبر من أكبر المحليات من حيث المساحة، وأيضا من أكبر المحليات من حيث تعداد السكاني، وفيها كما ذكرت فيها تنوع كبير جدا، وهذا التنوع يمكن سر نجاح أم بدة في إدارة هذا التنوع والاستفادة من هذا التنوع. من الناحية الجنوبية تحادد محلية أم درمان، ومن الناحية الغربية تحادد ولاية شمال كردفان، ومن الناحية الشمالية ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، ومن الناحية الشرقية أيضا محلية أم درمان. يعني تكاد تكون هي ولاية وسط. نعم، جمهورية أم بدة يعني كما يحلو لبعض الناس يعني. نعم. ففي عدد كبير من السكان، وهي حقيقة فيها 4 قطاعات: قطاع الأمير، وقطاع البقعة، وقطاع السلام، والريف الغربي، وكل قطاع عنده ميزة وعنده يعني خصوصية خاصة به يعني. لذلك نعم. بمعنى شنو يعني كل قطاع عنده من نواحي اقتصادية يعني والاجتماعية؟ نعم. ولا خدمية مثلا؟ نعم. يعني قطاع الأمير هو القطاع الأكثر حضرا يعني من الأحياء القديمة يعني الحارات الأولى. بعد ذلك بيجي قطاع البقعة، يعني ناس يمكن برضو سكنوا في فترة يعني قديمة شوية. دار السلام هم الناس القدموا يعني حديثا إلى محلية أم بدة، يمثل الجزء الغربي، بالإضافة للريف. قدموا من محليات أخرى من ولايات أخرى خاصة ولاية شمال كردفان وولايات دارفور وكده. فبالإضافة للريف الغربي اللي بيمتد من الكيلو 0 لحد الكيلو 148. طيب. دي فيه مجموعة من مكونات أيضا. طيب، على ذكر حدودها مع شمال كردفان، دعنا نحن وأنت والمشاهد الكريم نذهب إلى شمال كردفان ونعود للحديث حول محلية أم بدة، نافذة على منطقة أبو زعيمة بمحلية سودري، نلقي فيها الضوء على فعاليات مهرجان التعايش السلمي وسط حضور رسمي. الزملاء إبراهيم أحمد ووليد الإعيسر رصدا لنا هذه الفعاليات من هناك، نتابع.
منطقة أبو زعيمة من المناطق الساحرة بولاية شمال كردفان محلية سودري، تقع شمال غرب مدينة الأبيض على بعد أكثر من 300 كيلومتر. ومن المعالم البارزة كبر أبو زعيمة، والذي يعد رابطا حيويا لعدد من ولايات السودان خاصة في فصل الخريف. هذه المنطقة تنصهر بها العديد من القبائل، فكان مهرجان التعايش السلمي لقبائل المنطقة والذي جسد تعزيز قيم السلم الاجتماعي ونشر ثقافة السلام والمحبة. سنواصل هذا التقرير بإذن الله بعد قليل، يعني ريثما يعود إلينا الصوت من شمال كردفان، ولكن دعونا عبر الهاتف وأيضا في ولاية شمال كردفان نلتقي الأستاذ الأمين الشايب حريكة مدير ديوان الحكم المحلي بشمال كردفان. مساء الخير أستاذ الأمين. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ الأمين الشايب. السلام عليكم. أنت معنا على الهواء مباشرة من ولاية شمال كردفان الأستاذ الأمين الشايب حريكة. إذن ريثما أيضا نتمكن من الحوار عبر الهاتف من ولاية شمال كردفان الأستاذ الأمين الشايب حريكة مدير ديوان الحكم المحلي. نعود إلى مبدة مرة ثانية. يعني أهلا بمبدة، ربما مبدة لا تريد أن يشاركها أحد يعني في هذه المحطة. يعني أهلا بك مرة أخرى أستاذ مستور أحمد عبد الماجد. بدأنا حديث بأن لديكم اتساع جغرافي وجوار كبير جدا، بل أن لديكم يعني تنوع من حيث السكان في المحلية نفسها. كيف تديرون مثل هذا التنوع في هذه المحلية، باعتبار أن يعني كلما اتسع المكان وتداخلت القبائل كلما كانت هناك الكثير من المشكلات؟ يعني نعم. كيف تتعاملون أنتم في الولاية مع نعم. ذلك؟ يعني احنا نفتكر سر أي بلد نجاحها بيبقى في إدارات للتنوع، وإدارة التنوع والاستفادة منه هو بيكون سر لأي خطة. محلية مبدة حقيقة فيها قدر عالي من التعايش السلمي، ويمكن في الآونة الأخيرة محلية مبدة كانت في مقدمة المحليات في عدد كثير من الجوانب التنافسية. ونحن بنفتكر التنوع ده استفدنا منه في هذه في الانصهار والتعاون والتعاضد، وينعكس ايجابا في عدد كبير جدا من مشروعات التنميه في الفتره اللي فاتت والفتره الاسي موجوده. فنحن لاقين تعاون كبير من كل القطاعات اللي انا قبل شويه ذكرتها. هل كل قبيله مثلا بتنفرد بنشاط معين في مبدة؟ مثلا نقول والله يعني ناس شمال كردفان اشتهروا بكذا، نعم. ناس دارفور اشتهروا بكذا في محليه مبدة، في ناس في التجاره، في ناس في الماشيه، في ناس في الزراعه، في ناس في نشاطات اخرى يعني. نعم. كيف نستطيع ان نقيم هذا التنوع يعني؟ نعم. في هذه المحليه؟ يعني على سبيل المثال الريف الغربي. الريف الغربي ده بيمتد من لحد الكيلو 148 فيه مجموعات سكانية مختلفة، فيه أكثر من 8 مجموعة على رأسهم أهلنا القريات والحسانية والهواوير وآخرين. طيب. الموقع ده حقيقة يعني فيه موارد ضخمة جدا، موارد زراعية وثروة حيوانية وثروة وغابية ومراعي. طيب. وأيضا في الفترة الأخيرة
بقى هو محط انظار لانشاء عدد كبير جدا من المنشآت الكبيره. على سبيل المثال قامت المنطقه الصناعيه منطقه السبلوغه، ودي الان منطقه قامت بشكل حديث وجيد جدا، وهي الان يعني منطقه قابله للتمدد. ايضا في مشروعات كبيره في اطار الخضر والفاكهه في مستثمرين ومستثمرين، عدد كبير جدا من المستثمرين برضو الان هم معانا. طيب. وبالتالي ده نموذج من التنوع اللي احنا استفدنا منه بس في قطاع الريف الغربي، وهو قطاع واعد والان يمثل عمق استراتيجي بالنسبه لي ولاية الخرطوم. طيب. الأسواق، ماذا عن الأسواق؟ البعض يتحدث بأنه مثلا ناخذ مثال سوق ليبيا، يعني نعم. اتساع سوق ليبيا وتداخل القبائل فيه، وربما قبائل بعينها يعني موجودة في داخل سوق ليبيا، كان هذا أدى إلى كثير من الإشكالات يعني يتحدث عنها البعض بصراحة يعني. نعم نعم. طبعا سوق ليبيا من أكبر أسواق الولاية، ويعني فيه كتلة نقدية عالية جدا، وفيه تردد يعني عالي جدا من المتسوقين، وده خلى ايضا عدد كبير جدا من الناس يجوا يتنافسوا في السوق، وبالتالي في الفتره الاخيره السعه التحميليه بقت فوق طاقه هذا السوق. لذلك حصلت فيه بعض المشكلات والمخالفات والمظاهر السالبه. نحن زي شنو مثلا؟ يعني نحن في الفتره الاخيره حكومه الولايه على راس الاستاذ احمد عثمان حمزه يعني من خلال مجلس الحكومه اصدر توجيه عام بالنسبه لكل محليات الولايه بازاله المخالفات والمظاهر السالبه. نحن حقيقه لدينا بعض اللقطات يعني من سوق ليبيا، يعني وزيارتكم لسوق ليبيا يعني. نعم. نحن طوالي بدينا بالتوجيه ده في انفاذه، لانه كان في مشكلات حقيقيه. يعني اخواننا في البنوك. طيب. في عدد طبعا كبير جدا من البنوك في فروع. نعم. فروع البنوك في سوق ليبيا. أيوة. ديل كان عندهم مشكله في انه من خلال الفريشه ما قادرين يتعاملوا مع زباينهم. صحيح. يعني لو عندهم كتله نقديه تطلع ما بيقدروا، لو عندهم كتله نقديه خاشه الزبون وكده مواقف عرباتهم. ده جانب. الجانب الثاني برضه نحن برضه في ناس الدفاع المدني برضه اشتكوا في انه الشكل ده إذا لا سمح الله قامت حريقة وكذا، التعامل مع السوق برضه فيه مشكلة. هو المواطن العادي يعني أستاذ نعم. مستور. نعم. يعني لو داخل سوق ليبيا صراحة يمكن ما يقدر يعني سواء راجل أو راكب عربية. نعم. صعب جدا إنك تدخل سوق ليبيا، وبالذات في المواسم يعني. نعم. لما يكون قرب العيد أو رمضان أو نعم. أي موسم من المواسم. نعم. بتلقى إنه الفريشة حتى في الزلط. نعم. الرئيسي بيكونوا موجودين يعني. نعم نعم. بالتالي لابد، والنظافه ايضا يعني. أيوة. استصحب معك مساله النظافه. انا شفت اليات مشروع النظافه برضه يعني ما قادرين يخشوا عشان يتعاملوا في اداره النظافه وكده. لذلك نحن راينا انه الاولويه تبقى سوق ليبيا ده بالضروره انه كل هذه المسالب ونشيلها برا ونقدر يعني نعالجها. فالحمد لله يمكن في الفتره الاخيره نحن استطعنا انه يعني نحدث اختراق في السوق ده. فالان عملنا 3 ارتكازات في الشارع الرئيسي ده، في الجزء الشرقي وفي النص وفي النهايه. استطعنا انه يعني ننجز عدد كبير جدا من ما نصبو اليه من اصلاح الحال في السوق. والحمد لله يمكن الان اللي بيزور سوق ليبيا بقدر يمر ده الشارع الان اللي قدامكم، ده الشارع النص اللي كان مقفول. الحمد لله يعني الان العربات بقت يعني تمر عادي وكده، ولقى استحسان وكده. لكن ما زال نحن نفتكر نحن لسه يعني ما وصلنا المرحله في انه نعم نقول سوق ليبيا يعني جيد وكده، لكن ان شاء الله ده يبقى تحدي ويبقى رؤيه بالنسبه للمحليين. فان شاء الله سوق ليبيا سوق نموذجي ويبقى سوق جميل يضاهي الاسواق الخارجيه ان شاء الله باذن الله. طيب، كان في لقطه قبل شويه وخلينا نتكلم عنها حول مساله التعليم يعني. والتقرير أيضا تحدث عن المسألة بتاعت التعليم، قال إنه في عجز في المعلمين وفي الكتب في هذه المحلية، وأنت تكلمت عن الاتساع والكبر، وبالتأكيد في يعني معناها في أعمار تحتاج إلى المدارس وتحتاج إلى التعليم، ولا بد أن يكونوا هناك في أماكن وجودهم يعني. بالتالي ما هي المعالجات التي قدمتها المحلية لهؤلاء؟ نعم، طبعا قبل قلنا انه محليه مبدة يعني محليه فيها عدد كبير من السكان. صحيح. وعدد السكان طبعا يتناسب مع الطلاب يعني. ايوه صحيح. وبالتالي التحدي في انه العدد الكبير من المدارس الاساس والمرحله المتوسطه
في حوجة ماسة لعدد من الاحتياجات. احنا واحد من التحديات الآن بنعيشها فصل المرحلة المتوسطة من مرحلة الأساس. فالآن ان احنا استراتيجيتنا نحاول ننشئ منشآت نفصل بها المرحلة المتوسطة من مرحلة الأساس بإنشاء عدد من الأسوار والمكاتب والتأسيس والمرافق يعني من حمامات وغيره، والحمد لله قطعنا فيها شوط كبير. طيب مش هي حالة عامة يعني ما الاستراتيجية يعني ما الجديد بالنسبة لمحلية أم بدة؟ لماذا تختلف عن بقية المحليات يعني؟ ولماذا العجز تحديدا في جانب المعلمين والكتب وغيره يعني؟ نعم، احنا حقيقة عندنا عجز في المعلمين في هذا العام 1300 معلم. لكن مع اخواننا في إدارة التعليم ووزارة التربية بدينا يعني نضيق هذا الفارق. فالآن في فرصة مفتوحة لتعيين معلمين. وايضا برضو الاخ الوالي في الفتره اللي فاتت برضو لظروف عدد من المعلمين برضو استجاب يعني موافقه لنقل عدد من المعلمين يعني عشان يجوا برضو يسدوا الفرقه. ايضا برضو الخدمه الوطنيه برضو استفدنا عدد من طلاب الخدمه الوطنيه، دي قربت الفارق. ونحن يعني هذا العام ان شاء الله يعني يكون عام افضل من العام السابق. ما بنقول هو 100%، لكن يعني وضعنا افضل. الاجلاس برضه في يعني كميه من الاجلاس جانا من الوزاره، واحنا كمحليه برضه بذلنا جهود وما زال اسي حنبذل جهود عشان نعمل مقعد لكل طالب باذن الله سبحانه وتعالى. طيب الملاحظ برضه الاضراب بتاع المعلمين مش تاثرت به المحليه كغيرها من محليات الخرطوم؟ وايضا مساله المدارس الخاصه والمدارس الحكوميه ايضا كيف تعاملت المحليه مع ذلك يعني؟ احنا الحمد لله محليه ام بدة ما تاثرت بالاضراب اصلا. ونحن من هنا يعني نزجي الشكر والتقدير للمعلمين لتقديرهم لابنائهم. يعني صحيح عندهم حقوق وكده، لكن شافوا يعني ظروف الابناء الحاجه النفسيه في انهم يضربوا دي قدروها. نحن والله بنشكرهم بدءا من الاستاذ عبد السلام ومجموعته وكل معلمين ام بدة في انه واصلوا الفتره اللي فاتت وما في معلم تخلف من مدرسته، والحمد لله انتهينا من الامتحانات وبصوره سلسه. والان يعني قطع اشواط طويله في المغرات، فالحمد لله يمكن نحن الاضراب مر بشكل هادي ما بالنسبه لنا في مبدة، والحمد لله ما في مشكله ان شاء الله. ان شاء الله يعني انه ما يكون في مشكله وابنائنا الطلاب يعني يكملوا عامهم الدراسي بدون اي مشكلات، وينطبق ذلك على كل محليات السودان. اذا ما في محطه ثانيه احنا نواصل الحوار مع ضيفي داخل الاستوديو. اذا ريثما نعود لبقيه الولايات عبر نوافذنا. يعني انا اواصل الحوار معك الاستاذ مستور احمد عبد الماجد. يعني في التقرير أيضا جاء شعار هذا العام محلية أم بدة بدون عطش. نعم. ماذا يعني هذا الشعار يعني أستاذ مستور؟ نعم، الصيف الفات حقيقة محلية أم بدة عانت من العطش وسعة المحلية والمحلية طبعا يومين في جديد، يعني لأنه هي مقابلة ولايات دارفور وكردفان، فالعدد السكاني فيها كبير. فنحن السنة الماضية يمكن وجدنا فجوة كبيرة جدا في الآبار الجوفية وفي محطات المنارة هي بتسقي جزء من محلية أم بدة. فمن بداية العام يعني وضعنا خطة مع أخواننا في إدارة المياه، ومن هنا نحن نحييهم. فعملنا خطة، حددنا مناطق العطش، وفي عدد من الخيرين الآن يعني أنشأوا بعض الآبار، حفروا آبار، من ضمنهم أخ من المملكة العربية السعودية. نعم. ويعني آخرين برضو خيرين. فيعني استهدفنا المواقع بتاعت السنة الماضية اللي كان فيها مشاكل، والحمد لله يمكن احنا إن شاء الله في الأسبوع الجاي حنعقد اجتماع مع منسقي الوحدات الإدارية والمدراء الوحدات الإدارية وأخواننا في الموية، عشان نشوف إلى أي مدى نحن حققنا شعارنا أنه مبدأ ما حيكون في عطش في الصيف المقبل ده. طيب لفائدة المشاهد يعني لفائدة المشاهد، لماذا التركيز على مسألة الآبار فقط؟ والبعض قد يتحدث منه أم بدة في أم درمان، وأم درمان يجري نهر النيل بالقرب
منها يعني يعبر من هنا يعني، وبالتالي والمقرن أيضا موجود في أم درمان يعني. ما هي المشكلة الحقيقية يعني؟ المشكلة الحقيقية في أنه إحنا طبعا عندنا النيل الأبيض والنيل الأزرق ونهر النيل، والخرطوم بصفة عامة يعاني من العطش. في محطة الصالحة، محطة الصالحة هي ده الحلول الجذرية. مفترض أنه هذه المحطة تقوم. قيام هذه المحطة بيغطي الحوجة الحقيقية والحلول الجذرية بالنسبة لأنبدة، ولظروف التمويل وغيره هذه المحطة لم يعني تكتمل، وبالتالي المعالجات الوقتية الاستثنائية بدينا بأنه نحفر آبار عشان نسد الفجوة. لكن احنا متفائلين أنه الأخ الوالي مع الحكومة الاتحادية عبر وزير المالية أن احنا حاسين أنه العام ده إن شاء الله هتقوم محطة الصالحة، وبالتالي بيكون وصلنا إلى المرحلة الجذرية بالنسبة لحل مشكلة المياه بإذن الله. طيب قد نتحدث برضو عن المشكلة الأخرى، مشكلة الكهرباء ومشكلة الأمن يعني. لكن دعنا نبدأ بالأمن، وهذه المشكلة باعتبار أنها ترتبط بالأولى يعني بالأسواق وبالامتداد الجغرافي والتنوع السكاني وغيره. ولكن أستأذنك للحظة، هناك إشارة بأنه الحمد لله سنذهب إلى نافذة لواحدة من الولايات الأخرى، سنذهب إلى قضارف الخير، نقف فيها على زيارة معتمد اللاجئين لولاية القضارف رفقة عدد من مساعدي المعتمد بالولاية ومديري الإدارات العامة. نتابع ذلك في سياق التقرير التالي الذي أمدنا به الزميل عاطف بشير رفقة الزميل عمر عركي. نتابع. كلكم شكرا عليم. زيارة معتمد اللاجئين ولاية القضارف جاءت تحمل عددا من الأهداف تمثلت في تدشين مكاتب إسكان اللاجئين القضارف، علاوة على تسليم عدد 8 جرارات للمناطق المتأثرة بوجود اللاجئين بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة لعقد اجتماعات مشتركة مع حكومة الولاية ومساعدي المعتمد بالولايات. اللاجئين من الإدارات الوطنية التي يشار إليها بالبنان على مستوى رئاسة معتمدية اللاجئين في جنيف، وعلى مستوى رئاسات معتمدية اللاجئين في القرن الأفريقي، نتيجة للتصدي الكبير التي قامت به هذه المعتمدية في استقبال تدفقات اللاجئين التي بدأت بصورة الآلاف في ثمانينات القرن الماضي. فوجدنا هذه المدرسة التي قادها السيد حسن محمد عثمان. الاجتماع الدوري لمعتمد اللاجئين الذي استضافته ولاية القضارف مع مساعدي المعتمد ومديري الإسكان والميزانية وشؤون العاملين بكل مكاتب اللاجئين بالسودان تم فيه مناقشة موجهات العمل الخاص بالعام 2023، بالإضافة للمشاركة في اجتماعات مساعدي المعتمد ومدراء الإدارات بالقضارف. هذه الاجتماعات استمرت لمدة 3 أيام، ناقشنا فيها عدد من القضايا الخاصة باللاجئين والخاصة بإدارة المعتمدية. تكللت أيضا هذه الزيارة من خلال اجتماعات متواصلة استمرت من يومي الثلاثاء والأربعاء. المقصد الأساسي منها الوقوف على جملة التحديات التي صاحبت العمل في العام 2022 وأيضا موجهات العام 2023، واللي من خلاله يعني تمت مناقشة كثير من المواضيع المهمة متمثلة فيما يخص العمل الخاص بالميزانيات وكذلك الشراكات مع المفوضية السامية. أيضا من المواضيع المهمة جدا المسائل المتعلقة بالمرتبات. هناك أيضا نقاشات تمت على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة، ومن ضمنها أيضا الوقوف على الخطة العامة للمعتمدية للفترة بتاعت ال5 سنوات القادمة. ناقشوا العديد من القضايا
بتهم المعتمدية في المقام الأول، وبتهم المساعدين المعتمد في الولايات. ناقشت فيها الميزانيات، ناقشت فيها العمل في العام المنصرم والعمل في العام الجديد إن شاء الله، وكثير من القضايا اللي بتهم المعتمدية. المحاربون القدامى شكلوا حضورا طاغيا، مؤكدين إسهامهم مما تلقوه من خبرات متراكمة يمكن أن تدفع بترقية وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين. أقول له عندك مجموعة من الكوادر المدربة، مدربة خلقا وخلقا، وإنه يمكن الدولة أن تستفيد منهم في كثير جدا من المشاريع المستقبلية، خاصة وأن السودان يمكن أن يكون بيت خبرة لشؤون اللاجئين لكل الدول الأفريقية وغيرها، بما توفر له من هذه الكوادر المدربة، وعليه أوصيك بهم خيرا. الرسالة الثالثة لأور فريندز في UNHCR، أريد أن أقول لكم إنه السودانيين قاموا بإكرام اللاجئين في سنة 65 و66 و67، ومكتب المندوب السامي جاء سنة 68 في السودان. يعني السودان سبق المفوضية ب3 سنين من الإكرام. معتمد اللاجئين موسى علي عطرون أكد أن الزيارة حققت أهدافها المرجوة، معلنا عن تقديم المزيد من الخدمات المتطورة لمستحقيها من اللاجئين والمناطق المتأثرة بوجودهم. عقدنا فيها اجتماعاتنا الدورية السنوية، وتناقشنا فيها كثير، واتفقنا فيها على موجهات معينة فيما يختص بنظم إدارية وبما يختص بميزانيتنا للسنة الجديدة سنة 23. راجعنا فيها يعني بنودة، اتفقنا فيها على حاجات محددة فيها، وربنا إن شاء الله يوفقنا في أنه إن شاء الله السنة دي ننفذ الميزانية بصورة أفضل. أنا مفتكر أنه كانت دي فرصة يعني طيبة، جو معانا يعني كل المساعدين المعتمد بالولايات ورؤساء الإدارات والأقسام في الرئاسة الخرطوم. والقضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب خلال ترأسه الاجتماع مع الوفد الزائر أكد الالتزام بالعهد والمواثيق الدولية المنظمة للجوء خدمة للاجئين بالمعسكرات. لقينا إنه لا تفرز اللاجئ من المواطن صاحب الوطن. واحد، في التداخل والتراحم بين الناس والحركة بين الناس، نقول لهم انتم الشعب الآمن الموجود الآن، كلنا في أمان مع بعض وفي تحدي مع بعض. الحاجة الدار أقولها برضو نحن بالنسبة لنا، نحن إن شاء الله يدنا في يدكم مع أخونا برنارد، لازم نقدم حاجة للمجتمعات المستضيفة في كل معسكرات. زيارة معتمد اللاجئين برفقة مساعدي المعتمد بالولايات وعدد من الإدارات تأتي ترقية وتطويرا للعمل الإداري بالمعتمدية. عاطف بشير، تلفزيون السودان، لبرنامج نوافذ، ولاية القضارف. شكرا جزيلا الزميل عاطف بشير مراسل تلفزيون السودان من القضارف. ومرة أخرى أعود إليك أستاذ مستور أحمد عبد الماجد المدير التنفيذي لمحلية أم بدة. وقبل المحطة بيننا وبين القضارف تحدثنا عن مسألة ضرورة الأمن يعني والأمن من خوف يعني، وبالتالي كان المحطة حول اللاجئين والنازحين أيضا. دعنا نربط بين هذين الجزئين، الأمن واللاجئين والنازحين في محلية أم بدة. نعم. إحنا حقيقة ولاية الخرطوم عندها 3 محاور شغالة فيها، المحور الأمني والخدمات ومعاش الناس. الأمن بالنسبة لنا في الولاية يعني أولوية، لذلك نحن في مبدأ يعني بنعمل من خلال لجنة تنسيق شؤون الأمن، دي فيها كل الأجهزة الأمنية المعانا، وبالتالي شغلنا فيه تنسيق كبير. احنا في محلية مبدة عندنا زي ما ذكر التقرير، احنا عندنا لاجئين برضو من جنوب السودان، عندنا معسكر
موجود، وعندنا نازحين في محلية مبدة، وعندنا عدد كبير من معسكرات الحركات المسلحة برضو مستضيفينهم معنا، وديل برضو معنا بالتنسيق في لجنة الشؤون الأمني عشان ندير العملية الأمنية بشكل متكامل مع بعض. طيب. تنسيقنا ده خلى رغم يعني التباين اللي قبل قلناه والتنوع ده وعدد لاجئين ونازحين وعدد من المعسكرات، كلنا نعيش في استقرار وفي أمان من خلال تعاوننا مع الأجهزة المختلفة. لذلك بنعتبر أنه الأمن مسؤولية الجميع، ومبدأ الحمد لله نبشركم أنه هي الآن آمنة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أشكرك جزيل الشكر. انتهى زمن هذه الفقرة أو الملف الرئيس في حلقة اليوم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مستور أحمد عبد الماجد، المدير التنفيذي لمحلية أم بدة، كنت ضيف على هذه الحلقة من نافذ. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. أفتح نافذة مشاهدي الكرام هذه المرة على ولاية جنوب دارفور، ونتابع فيها سلسلة الاحتفالات التي بدأناها منذ حلقات مضت، احتفالات الأهلية بالسلام الاجتماعي، هذه المرة من منطقة شطاية. إليكما الزميل أشرف عمر والزميل إيهاب. التعافي وتحقيق السلم الاجتماعي بين كافة المكونات صورة حاضرة بمحليات جنوب دارفور. محلية شطاية عبر وحدة دقدس الإدارية تقدم نموذجا عبر احتفالها الأهلي الذي ضم الإدارات الأهلية وقطاعات المجتمع الشباب والمرأة. بوحدة دقدس الإدارية احتفلوا بتكريم متحرك استتباب الأمن بقوات الدعم السريع الذي ساهم في بسط الأمن ونجاح الموسم الزراعي حتى فترة الحصاد وتأمين قرى العودة الطوعية، بحضور وتشريف والي جنوب دارفور بالإنابة بشير مرسال حسب الله. قوات الدعم السريع ساهمت لنا مساهمة كبيرة جدا في أول حاجة تقديم خدمات، في أول حاجة وفرت الأمن، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، القوات المسلحة، الاحتياطي المركزي والشرطة الموحدة، وشغالين شغل مشترك. لكن قوات الدعم السريع موجودة في كل المناطق، في كايليك وفي كرط وفي دقدوسة وأبرم وفي مراية وفي بورونة وفي توغورو. أنا مناطق المذكورة دي مناطق عودة طوعية. قوات الدعم السريع موجودة مساهمة مع المواطن في حماية الموسم الزراعي. وحقيقة احتفال دقدوسة نحن الليل موجودين فيه، إنه دقدوسة 11 سنة ما حصل حصاد بدون مشاكل إلا هذا العام، وهذا العام لأنه قوات الدعم السريع موجودة مع المواطن. حقيقة نحن ما عندنا يعني مشاكل داخلية. أولا، اثنين، متوافقين في أي حاجة احنا متوافقين فيها. إذا أنا عملت قمت بحاجة الآخر بدي الموافقة طوالي، وده خلى النسيج انبثق ونزل على أرض الواقع. قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور أكدت على اهتمامها بحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة بالتعاون مع كافة القوات النظامية، ويعتبر متحرك استتباب الأمن بمحليتي شطاية وكاسة عنوان للعطاء بلا حدود أمنا واستقرارا من أجل المواطن. نحن لن نفرط في هذا المواطن ولا في هذا الأرض إن شاء الله. نقدم كل من يلينا إن شاء الله، كل من واجبنا إن شاء الله نقدمه. فنحن في هذه المنطقة منذ 2020 افتتح هذا المتحرك. الآن أكثر يعني عندنا أكثر من 30 قرية والله أكثر في المحليات دي كلها ناس رجعوا عودة طبيعية لمناطقهم. ده احتفال جميل جدا جدا، وزي ما أخوانكم هنا شاركوا، كل الأجهزة الأمنية شاركوا في عملية استتباب الأمن وعملية حماية المشاريع الزراعية. أخوانكم في كل المختلف أنواع الأجهزة الأمنية بالولاية كانوا يعملون يعني يد بيد وجنبا بجنب في حماية المشاريع الزراعية حتى وصلنا إلى هذه المرحلة والحمد لله. والي جنوب دارفور بالإنابة الأستاذ بشير مرسال حسب الله لدى مخاطبته احتفال أهالي وحدة دقدس الإدارية بمحلية شطاية لتعزيز السلم الاجتماعي، أكد أن الولاية تمضي نحو السلام المستدام الذي ينبع من القواعد وهو صمام أمان الاستقرار. إحنا رسالتنا لأخواننا اللي في المعسكرات الآن كل الوسائل متاحة، الأمن مستتب، وسائل المعيشة متاحة. سنقيم البنيات التحتية الأساسية سواء كانت في المياه
عبر الأوضة الطوعية المفوضية أقسام الشرطة، والارتكازات دي حتكون باقية، وإحنا سائلين إن شاء الله أن نطور هذه العملية الأمنية لتكون نوعية بكل ما أوتينا من وسائل التكنولوجيا عشان نجاري بها العالم إن شاء الله، عشان الناس نعيشوا في أمن وسلام. إحنا عشان نقدم التعليم، نقدم التنمية، نقدم الخدمات لناس ديل أينما كانوا. مهرجانات التعايش السلمي التي انتظمت أرجاء محليات ولاية جنوب دارفور بمبادرات أهلية وضعت خارطة طريق واضحة المعالم لحكومة الولاية التي تدعم مسيرة السلام والأمن والاستقرار من أجل التنمية تتكامل اليوم بمحلية شطايا. أشرف عمر، تلفزيون السودان، لبرنامج نوافذ، وحدة تقدس الإدارية، محلية شطايا. شكرا جزيلا زميل أشرف عمر مراسل تلفزيون السودان من جنوب دارفور، مع تمنياتنا بالأمن والاستقرار والسلام إن شاء الله لكل ولايات السودان. النافذة الأخيرة نفتحها على ولاية سنار، حيث أجرى الزميل الهادي إسماعيل لقاء مع والي ولاية سنار الأستاذ العالم إبراهيم النور حول مشروع الإجلاس والطرق وغيرها من الموضوعات. نتابع هذا الحوار. رحيم المشاهدون الأفاضل، متابعي برنامج نوافذ، لكم التحية من ولاية سنار، ونحن في هذه المساحة عبر برنامج نوافذ نود أن نسلط الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام 2023، ولعل أهم هذه الإنجازات برنامج الإجلاس، هذا الإنجاز الكبير الذي غير مسبوق في هذه الولاية. أكثر من 8000 وحدة إجلاس استطاعت ولاية سنار أن توفرها للولاية. أسعد كثيرا عبر هذه المساحة من برنامج نوافذ أن يكون معي في هذه المساحة سعادة الدكتور العالم إبراهيم النور والي ولاية سنار. مرحبا بك السيد الوالي، وبداية نتحدث عن هذا الإنجاز الذي يتحدث عن نفسه، برنامج الإجلاس والاهتمام بالتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نحن سعيدين جدا الليلة عبر هذا البرنامج، برنامج نوافذ، انه يكون معنا في ولاية سنار وفي حاضرتها مدينة سنجة، وفي موضوع مهم جدا بنعتبره انه هو موضوع حيوي، اللي هو موضوع الإجلاس بالنسبة لطلاب مرحلتي الأساس، المرحلتي الابتدائي والثانوي. فمسألة الإجلاس ده نحن حقيقة هو جينا بعد ما جينا الولاية ومرينا في كل مدينة وفي كل قرية. أنا دائما من عادتي إنه بزور المدرسة والمستشفى أو المركز الصحي أو نقطة الغيار ومركز الشرطة. فمن خلال الزيارة اتضح لي إنه اتضح لي إنه هناك يعني عقبة كبيرة جدا وعقبة كؤود يعاني منها قطاع التعليم، وهي الإجلاس لمرحلة الأساس والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. فبدأنا التفكير في عام 2022 لأن احنا نعبر بالولاية دي من هذا الجسر. فمشينا اخواننا في البنوك، حقيقة ما توفقنا في انه نجد تمويل، ومشينا اخواننا في جياد. أنا بشكر شركة جياد لتصنيع الأساس والمعدات الطبية، وتعاقدنا معاهم على 8000 وحدة إجلاس، 4 وحدة إجلاس للمرحلة الابتدائية و4 وحدة إجلاس للمرحلة المتوسطة والثانوية. فمن خلالها نحن طوافنا على القرى في الدالي والمزموم وابو عريف والدنيل وجلقني ومدرمان فلاتة والعزازة والفريش ونور الجليل حقيقة ودوبة والسكر وسقري. وجدنا إن هناك مشكلة، فبعد ما تم الاتفاق والتعاقد يعني بدأنا معه في التنفيذ ووفق الشروط اللي بيننا مضمنة في العقد، وبحمد الله تعالى أوفينا بجزء كبير جدا من التزاماتنا. وكلفة هذا الإجلاس 536 مليون وفرتها ولاية سنار من مواردها الذاتية. أنا بأكد إنه من مواردنا الذاتية. من يعني القروش اللي بنتحصلها نحن
من التجار، من المزارعين، من دافعي الرسوم. الحقيقة بنشيد بالمواطنين جميعا اللي هم تعاونوا معنا تعاون كبير جدا في سداد الرسوم، ودي واحدة من الحاجات اللي انعكست على هذا العمل الكبير اللي نحن بنفتكره انه عمل واجب واساسي وضروري وقضيه مركزيه بالنسبه لنا، قضيه التعليم. ونبدا باصلاح الاجلاس والبيئه المدرسيه، ونتحرك شويه على الميوزات وعلى الاساسات المتعلقه بالمعلمين ووضع المدارس وتسويرها والحمامات. وعندنا نفرات كبيره وتعاون كبير جدا مع المواطنين في هذا المجال إن شاء الله. السيد الوالي، برضو أنا دار أشير للجهد الشعبي في هذه الولاية في مجال التعليم، خاصة بناء الفصول الدراسية، ويمكن المرحلة المتوسطة تم فصلها عن مرحلة الأساس. هذا يمكن عمل كبير ويحتاج إلى جهد، تضافر الجهد الشعبي مع الجهد الرسمي. تحدث عن الدور الشعبي في هذه الولاية. والله نحن بنفتكر انه المواطن في ولاية سنار متجاوب معانا، ونحن عندنا قاعدة: اذا لقينا القرية او الوحدة الادارية او المحلية او اي جهد شعبي ايا كان بنى فصل، نحن بنبني معه فصل طوالي. شكرا لكثير سعادة دكتور العالم إبراهيم النور والي ولاية سنار حول هذه الإضاءات من ولاية سنار في مختلف المجالات التنموية والخدمية. إذا متابعي برنامج نوافذ، لكم تحياتي الهادي إسماعيل، مقرونة بتحية الزميل منتصر محمد علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا زميل الهادي إسماعيل مراسل تلفزيون السودان من سنار، والزميل منتصر أيضا. بذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من نوافذ. هذه تحياتي، تحايا فريق العمل من داخل الاستوديو. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.